السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد الموقف ده بيحصل معانا كلنا تقريبا. أنت كالمعتاد كل يوم بتدخل عشان تاخد دش، لكن أول ما بتخلص وتخرج من الحمام بتلاقي الحاجة الوالدة بتنادم عليك أعلى صوت عندها وتقوم قايلالك شربت مية يا ابني بعد ما خلصت ولا لأ؟ فليه بنشرب مية دايما بعد الاستحمام؟ وهل ده ليه أضرار أصلا ولا لأ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو الفيديو عجبك ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. موضوع حلقتنا النهاردة عن ليه بنشرب مية بعد الاستحمام. في الحقيقة انت لو جيت سألت أي حد عن السبب الغريب ده هتلاقيه بيقولك والله يا ابني أنا مش عارف، أنا لقيت أمي قالت لي كده فبعمل زي ما بتقولي. انت بقى مش عاجبك الموضوع، تعالى بقى عشان أقولك انت جيت في المكان الصح. في الحقيقة وانت بتستحمى جسمك بيتعرض للمية الدافية مما بيغير من درجة حرارة الجسم الداخلي، علشان كده بينصح المتخصصون إنك تشرب كوباية مية لتعديل درجة حرارة جسمك بعد الاستحمام، سواء كانت مية عادية من الحنفية أو مية باردة. في معلومة تانية ممكن تفيدك، عارف إن مفيش حد هيعملها بس نقولها وخلاص. قبل ما تخرج من تحت الدش حاول تقلل المية السخنة وتزود المية الباردة بالتدريج، وافضل اعمل كده لحد ما تحس إنك خلاص مش قادر تستحمل المية. وبعد كده اعمل زي ما قلنا إنك تشرب كوباية مية، سواء كانت مية فترة أو مية سخنة. طب هو إيه أصلا الفايدة من الحوار؟ الفايدة إنك بتحاول تقرب درجة حرارة الجسم من الدرجة الخارجية، ونفس الحوار بتعمله كوباية المية اللي بتشربها بعد الاستحمام. في بقى مرض خطير جدا ممكن يحصل لو ما عملتش الحاجات اللي قلنا عليها دلوقتي، وهو مرض العصب السابع أو لوف. طيب في الأول كده إيه هو مرض العصب السابع ده أصلا؟ العصب السابع هو شلل الوجه النصفي، وهو ضعف مفاجئ في عضلات الوجه بحيث إنه بيخلي نصف الوجه بيرتاح، وبيعود سبب الضعف ده إلى حدوث خلل في عمل الوجه العصبي مما بيؤدي إلى خلل في تعبيرات الوجه الحركية. عايز أطمنكم إنه عادة المرض ده بيكون بحيث بتبدأ الأعراض في التحسن بعد أسابيع، لكن التعافي الكامل فغالبا ما بيستمر لأقل من سنة. والحمد لله فإن نسبة التعافي من المرض ده نسبته كبيرة، فبيتعافى حوالي 80% من اللي بيتصابوا بالمرض. لكن هل فعلا عدم شرب المية بعد الاستحمام ممكن تكون سبب في المرض الغريب ده؟ في الحقيقة الإجابة هي لا، مفيش أي سبب علمي بيثبت إن عدم شرب المياه بعد الاستحمام قد يؤدي إلى الإصابة بالشلل السابق. أجاب الدكتور النمر عن تساؤل أحد متابعيه في تويتر: هل شرب الماء البارد بعد الاستحمام يقي من الجلطات؟ مفيدا بأنه لا توجد أي علاقة بين الأمرين. ويذكر برضه أن في بعض المعتقدات غير الصحيحة طبيا والسائدة تشير إلى أن الاستحمام بالماء الساخن قد يسبب الإصابة بجلطة القلب أو النزيف، وده طبعا كله هري وكلام، أي كلام في أي كلام، مفيش أي صحة من الكلام ده أصلا. بس كده خلصنا. لو وصلت لحد هنا خد قلبي، ولو عجبك محتوانا ما تنساش تشترك في القناة عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. ولو في سؤال محيرك اكتب لي في التعليقات، وطبعا في الكلام اللي قلناه دوت هتلاقي المراجع تحت في التعليقات. سلام.